في ناس دخلت حياتنا ومشيت، وناس حبتنا وناس كسرتنا وناس سابتنا لوحدنا في وقت كنا محتاجينهم فيه. بس الغريب ان كل واحد فيهم ساب جوانا حاجة، طريقة تفكير، خوف، قوة، او حتى جرح لسه بنتعامل معاه لحد النهاردة. حلقة النهاردة مش عن الناس بس، هي عن النسخة اللي بقينا عليها بسببه. في مقولة بتقول ان في 3 اشخاص ساهموا في تشكيلك بدون ان تشعر: من احبوك لانهم منحوك الثقة، ومن عادوك لانهم علموك القوة، ومن خذلوك لانهم دفعوك للاعتماد على نفسك. لما قرأتها حسيتها انها مش مجرد كلمات، اكتشفت ان هي حياة ناس كاملة. مش كل الحب بيكون علاقة عاطفية، احيانا بتكون كلمة من مدرسة، او حضن من ام، او صديق آمن، او شخص آمن بيك في وقت انت نفسك كنت شاكك في نفسك. كل دول ساهموا في بناء ثقتك. في ناس النهاردة واقفة على رجليها بس لأنها في يوم من الأيام سمعت كلمة واحدة: أنا مؤمن بيك. الكلمة دي ممكن تغير إنسان كامل. في بنت كان طول عمرها شايفة نفسها فاشلة لحد ما دخلت الجامعة، وهناك قبل الدكتورة قالت لها كلمة واحدة: انتي أذكى مما تتخيلي. البنت دي قالت بعدها: أنا أول مرة صدق نفسي لما حد شاف فيا حاجة حلوة وقالها لي. الغريب إن أوقات الناس اللي حربتك هي نفسها اللي علمتك تقف. الشخص اللي قلل منك هو اللي خلاك تثبت لنفسك اليوم إنك تقدر. الموقف اللي كسرك امبارح هو اللي خلاك النهاردة أقوى. مش معنى كلامي إن الأذى كان صح، بس أوقات الوجع بيطلع مننا نسخة أقوى بكتير من إن إحنا متخيلينها. في ناس ما اكتشفتش قوتها غير لما اتحطت في معركة ما كانتش عايزة تدخلها أصلا، وده الجزء الأصعب، لأن الخذلان مش بس بيبقى وجع، الخذلان بيغير طريقة إحساسك بالأمان. بعد الخذلان بيبقى قدامك طريقين: لا تبطل تطلب كتير وبتتعلم تعتمد على نفسك، لا إما بتقرر إنك تسكت وتخاف تتعلق. وفي ناس بعد الخذلان بقت قوية جدا من بره، لكن من جواها بتبقى مرعوبة إن هي تتكسر تاني. أصعب حاجة إن الإنسان يبقى نفسه كان بيتمنى حد يسنده، وفجأة يكتشف إنه لازم يسند نفسه بنفسه. بس تعرفوا إيه الحقيقة؟ مش كل اللي شكلوك لازم يفضلوا في حياتك. مش لازم يفضلوا في حياتك. في ناس دورها في حياتنا إن هي بتبقى مجرد درس لينا، وفي ناس كانت محطة، وفي ناس كانت سبب إنك تشوف نفسك بشكل أوضح. حتى التجارب المؤلمة ساهمت إن هي تبني فيك نسخة أنت عليها النهاردة، سواء كانت نسخة حلوة أو نسخة وحشة. يمكن النهاردة بتبص لنفسك وتكتشف إنك مش نفس الشخص القديم، أقوى شوية أو أوعى شوية أو أهدى شوية، مش لأن الحياة كانت سهلة، لكن لأن كل شخص مر عليك ترك جواك أثر. السؤال بقى: مين أكتر شخص غيرك فعلا؟ اللي حبك ولا اللي كسرك ولا اللي سابك تواجه الدنيا لوحدك؟ أنا دكتورة أمنية، ودي كانت نبضة وعي، المكان اللي احنا بنحاول نفهم فيه نفسنا قبل ما نحكم عليها.